السلام عليكم يا جماعة. النهاردة بقى معاكم فيديو جديد من قبل الصياد الطيب. طبعا أنا جاي من النوم النهاردة بدري ورايح في أسرع وقت الشغل علشان وراي شغل كتير هناك طبعا في المصنع. وجاي من النشاط وحيوية وسخنان على الشغل كده النهاردة على الشغل يعني جاي في أسرع وقت. النهاردة بقى مطلوب مني شوية فرد كده على السريع وشوية قص. كمان المصانع واقفة وكده يعني عايزين شوية شغل كده حلوين اخلص لهم الشغل بتاعهم يعني. النهارده بقى ده اول حاجه يا جماعه التاسيس دوت يا جماعه اهم حاجه في الفرده كلها. الحبايب اللي موجود معانا محدش ينسى الاشتراك والتفاعل في القناه. يا ريت كده مع بعض ناسس كده مع بعض دي بقى التاسيس بتاع الفرد اهوت. كل حاجه بنظام يا جماعه، لازم ان انت تاسس الفرد وتفرد القماش بقى، بس اهم حاجه ما تنساش حاجه عشان كل غلطه بحساب. يا ريت اللي بيتابعنا كده يشرفنا في القناه وان شاء الله هنوصل بيكم جميعا. الحبايب اللي موجودين مع الطيب فين؟ ان شاء الله كل الفيديوهات اللي جايه هتكون احلى من اللي عدت بكتير. يا ريت كده مع بعض نسمي بالرحمن ونبدا كده مع بعض اليوم. دي بقت التاسيس اهوت يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده مع بعض. طبعا بقت مطلوب مني الشغل كده على السريع اخلصه زي ما انت حضراتكم شايفين ورا مني. بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يزيد ويبارك. الخير وراي كتير اهوت، عايزين اخلص على السريع كده النهارده. دي التأسيس بتاع الفرد اهوت. 444 والصدادة 83، أو مثلا لو عايز تخلي الصدادة 84 عادي مفيش مشكلة. حتى برضك لو عملت 83 ممكن تنقص سنت أو حاجة، لأ بس خلاها أحلى حاجة 83 أو 84 بالكتير جدا. ده أول حاجة في التأسيس. طبعا معانا أهو زي ما حضراتكم شايفين ترابيزة البنك ديت يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، يعني هي طويلة بس أنا حاطط التليفون يعني في زاوية كده في المكنة علشان أفرد وأخلص كده على السريع. وغير كده كمان يعني الشغل مش في استعجال، بس اهم حاجه وانت بتفرد في التوابل البيضه بالذات لازم تخلي بالك من الوسخ، تخلي بالك مثلا من العيوب او تخلي بالك من اي حاجه علشان صاحب المصنع مثلا اللي شغال ما يقولش في درج كتير طالع او حاجات من كده. لا، لازم تدي عينك على الطوب وما يكونش حد جنبك وانت بتتكلم. ركز في شغلك وما تتكلمش مع حد، وفي اسرع وقت تخلص الشغل بتاعك كده على السريع وتظبط دنيتك مع بعض. ترابيزة البنك بقت معاكم اهي. طبعا يا جماعة ديت انا كنت بحضر بقت كاسة الشاي طبعا، ودي شوية السكر بتاعتهم بقت كده لازم الواحد يشرب اهم حاجة كاسة شاي. ودي بقت الصدادة يا جماعة بعد ما خلصت التأسيس خالص في البداية اهوت. او لازم اربط الصدادة كده واجمد عليها عشان دي اساس الفردة كلها وتأسيس للفرد. مش ينفع ان انت ما تجمدش على الصدادة بتاعت المكن عشان تراجع بالقماش رايح جاي بتصد في الحديد في الصدادة دي. الحبايب اللي موجودين معانا كده عايزين يشرفونا كده في القناة بتاعتي. ودي بقت لازم اجرد على الصدى ده جامد وراح بقت عشان ارفع الطوب اهوت من عرض يعني. نفرد كده على السرير ده اول حاجه كده بستفتح بقى اهوت، بقوم رامي المنظوره ديت بعد كده اللي هي بتاعه التاسيس، بفتح الطوب كده زي ما حضراتكم شايفين. الكيس دلوقتي يا جماعه بطلع سليم عشان مثلا احتاج احط في شريط احط في اي حاجه يعني لازم يكون سليم في ايدك. يعني في ناس بقى تقوم فرد القماش كده وتقطع الكاس وخلاص وتيجي تدور حوالين نفسها عامله زي اللي بتدور على فر وهتموت. لا، الكيس يطلع معاك سليم عشان تحتفظ بيه كده وتعينه. دي بقت مطلوب مني الفرد على السريع كده يخلص يا جماعة في أسرع وقت أهوت. دي مكنة الفرد بتاعت الرئيسية يصلح حالي اللي صنعها. دي بقت أول التوب كده لما بتقص بالمقص لازم تطلع منها الرباط. وغير كده كمان معاك المقص بتاعك ومعاك بكرة البلاستر ومعاك العرض بتاع المسطرة اللي انت هتفرد عليه. لازم تظبط المسطرة طبعا وما تتغشمش على أي حاجة، لازم تكون عينك على المكنة وانت شغال. وغير كده كمان لازم يعني تبقى سريع في أسرع وقت تخلص الفرد المطلوب منك. طلعت ما بسم الله ما شاء الله الشغل معاك حلو. دوس وما تخافش من اي حاجه، بس اهم حاجه خلي بالك من التسقيطات وخلي بالك من الوسخ اللي بيطلع. اول كده كمان عينك على الطوب، ما ينفعش ان انت تفرد كده وخلاص. ما تفك